بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل شوية شوربة لسان عصفور. معدتي تعبانة شوية كده، فايه كل فترة بحاول اعمل شوربة، ففكرت اعمل عليها اضافات على اساس انها تبقى مش نشويات ودهون فقط، تبقى مضاف عليها حاجة تديها قيمة غذائية. هحمرها ونرجع. لازم اغمقها شوية عن كده عشان لما اجي اضيف الشوربة وازودها بتفتح وتفنشر، بتبقى كتيره كده وبتبقى طريه، انما كل ما تدوسي عليها في التحمير بتبقى احلى بكتير. كده التسويه بتاعتها معقوله كويسه جدا، اللون حلو قوي. هضيف الشوربه بكل ما فيها. يعني ايه الشوربه بكل ما فيها؟ يعني الجزر اللي فيها ده ههرسه، الطماطم اللي فيها ههرسها، البصل اللي فيه اصفيها كلها ونقلب. هضيف عليها كوسايه مبشوره وجزرتين صغيرين مبشورين، ما عنديش كبير، انا ما بحبش الجزر الكبير. وهقلبهم وهسيبها تاخد غلوه وازود لها ميه واسخنها لها وازودها لها. عايزه تحطي ماجي حطي، عايزه تحطي اي توابل اللي انت بتحبيها، بس حاجات ما تكونش حراقه. كده حطينا شويه ملح، مش هحط فلفل اسمر كبير، هحط شويه كمون. الكمون حلو جدا ومفيد جدا للمعده، وخاصه لو فيها التهاب او فيها في نسبة حموضة عالية ولا حاجة، بتبقى خليها كويسة جدا. هندفع عليها ونسيبها تستوي. سوري، هنغطيها ونسيبها تستوي. دي الشوربة لما استوت، معمولة بشوربة اللحمة أو معمولة بشوربة خضار أو معمولة بشوربة ماجي. ادي الخضار اللي فيها واستوت. حتى لو ما استوتش ونص سوا تقدري تطفي عليها وتسيبيها وتغطيها، هتستوي عشان ما تعجنش. يعني أنا كده هطفي، طفيت عليها وسبتها. ادي الخضار اهو اللي فيها الجزر ولسان العصفور والكوسه. الكوسه طبعا كلنا عارفين انها مغذيه جدا جدا، وخاصه للقلب، بتغذي القلب وبتصلح حاجات كتيره. واقروا عليها على جوجل، هتعجبكم ان شاء الله الفكره. وارجوكم شويه دعم للقناه عشان الاشتراكات فيها قليله. المشاهدات حلوه جدا، ولكن الدعم بتاع اللي هو ممكن تعمل اشتراكات او حاجه مفيش حد بيشترك. يعني في 2 اشتركوا، ميرسي جدا ليهم وشكرا والف شكر. اشوفكم في وصفه تانيه ان شاء الله.